وتبدأ أركان الحج عموما بالإحرام الذي يعني النية في دخول النسك، ويجب الإحرام من أحد المواقيت المعلومة التي حددها وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم للوافدين من مختلف الأرجاء إلى البيت الحرام قبل الوصول إليه. وهذه المواقيت هي: ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ويسمى اليوم أبيار علي. الجحفة وهي ميقات أهل الشام تقع بالقرب من مدينة رابغ، والناس يحرمون اليوم من رابغ. قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد ويسمى اليوم السيل الكبير. يلملم وهو ميقات أهل اليمن ويحرم الناس حاليا من السعدية. ذات عرق وهي ميقات أهل العراق. وأهل مكة يحرمون منها للحج، أما للعمرة فيحرمون من التنعيم أو من أي مكان خارج حدود الحرم، وهكذا أهل جدة يحرمون من جدة. فالواجب على كل من مر على هذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة أن يحرم منها، ومن تجاوزها متعمدا دون أن يحرم يلزمه الرجوع إليها والإحرام منها، وإلا فعليه دم، شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقرائها. فإذا وصلت أخي المسلم إلى الميقات برا بالسيارة ونحوها فاغتسل وتطيب إن تيسر لك ذلك، ثم البس ثياب الإحرام إزارا ورداء أبيضين نظيفين، والمرأة تلبس ما تشاء من الثياب غير متبرجة بزينة، ثم انوي الإحرام بالعمرة قائلا: لبيك عمرة. أما إذا كان قدومك بحرا أو عن طريق الجو فقد جرت العادة أن يعلن قائد الطائرات وربان السفن للركاب عن مرورهم بمحاذاة الميقات ليستعد الحجاج للبس إحرامهم، ولا بأس في هذه الحالة إذا خرج الحاج أو المعتمر من بيته في بلده بلباس الإحرام، ومن ثم يشرع في التلبية إيذانا بدخوله في النسك عندما يعلم بمرور السفينة أو الطائرة بمحاذاة الميقات. ويجهر بالتلبية الرجال دون النساء. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وبعد إحرامك بالعمرة تكون بذلك أخي الحاج قد دخلت في النسك الذي يحرم عليك معه فعل أي من محظورات الإحرام، وهذه المحظورات هي: إزالة شيء من الشعر أو الأظافر، ولكن إن سقط منها شيء بدون قصد، أو إن أخذ شيئا من شعره أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا الحكم فلا شيء عليه. التطيب في البدن أو الثوب، ولا بأس بما بقي من أثر الطيب الذي فعله قبل إحرامه. التعرض للصيد البري بالقتل أو التنفير أو الإعانة عليه. قطع شجر الحرم ونباته الأخضر، وهذا للمحرم وغير المحرم، ولا يلتقط اللقطة في البلد الحرام إلا لتعريفها. لا يخطب المحرم النساء ولا يعقد النكاح عليهن سواء لنفسه أو لغيره، ولا يجامعهن ما دام محرما، ولا يباشرهن بشهوة. يحرم على المرأة وقت الإحرام أن تلبس القفازين في يديها، وأن تستر وجهها بالنقاب أو البرقع، إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب، فإنه يجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو لم تكن محرمة. تغطية الرأس بالإحرام وخلافه مما يلصق على الرأس. أما الاستظلال بالشمسية أو سقف السيارة أو حمل المتاع عليه فلا بأس فيه. وإن غطى المحرم رأسه ناسيا أو جاهلا الحكم فإنه يزيل الغطاء متى تذكر أو علم بالحكم ولا شيء عليه. لبس القميص أو المخيط بعامة على الجسم كله أو بعضه كالبرانس والسراويل والعمائم والخفين، إلا إذا لم يجد إزارا فيلبس السراويل، أو إذا لم يجد نعلين فيلبس الخفين ولا حرج.
ويجوز للمحرم لبس النعلين والخاتم ونظارة العين والساعة وسماعة الأذن والحزام والكمر الذي يحفظ فيه المال والأوراق، كما يجوز تغيير ثياب الإحرام وتنظيفها وغسل الرأس والبدن، وإن سقط مع ذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه، كما لا شيء في الجرح يصيبه. وليس للإحرام صلاة مخصوصة كما يظن كثير من الناس، كما يجب على الحاج والمعتمر أن يلتزم بما أوجبه الله عليه من فرائض دينه كالصلاة في أوقاتها جماعة، وتجنب ارتكاب الذنوب والمعاصي والرفث والفسوق كغيره من المسلمين. وتصل بنا الرحلة إلى مكة المكرمة حيث بيت الله العتيق، ويستحب للمحرم أن يغتسل عند وصوله إلى مكة المكرمة، وعندما يدخل المسجد الحرام يقدم رجله اليمنى ويقول: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويشرع هذا الدعاء عند دخول سائر المساجد. ثم يتجه المحرم إلى الكعبة المشرفة ليشرع في الطواف، ومن السنة الاطباع في هذا الطواف، وهو أن يكشف الرجل المحرم عن كتفه الأيمن جاعلا وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر. ثم يشرع في الطواف 7 أشواط بادئا من الحجر الأسود، فإذا تسنى له الوصول إليه فإنه يقبله إن استطاع، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة والمدافعة ولا بالمشاتمة والمضاربة، فإن ذلك خطأ لما فيه من أذية للمسلمين. ويكفي أن يشير إلى الحجر الأسود من بعيد قائلا: الله أكبر. ثم يبدأ الحاج أو المعتمر طوافه ذاكرا ومستغفرا وداعيا الله بما شاء من الدعاء أو قراءة القرآن، دون أن يرفع صوته بأدعية مخصوصة كما يفعل البعض، فإن ذلك يشوش على غيره من الطائفين. فإذا وصلت أخي الحاج إلى الركن اليماني فاستلمه بيدك إن تيسر لك ذلك، ولا تقبله أو تتمسح به كما يفعل البعض، مخالفين بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتيسر لك استلام الركن اليماني فامضي دون أن تشير إليه أو تكبر. ومن السنة أن يقول الحاج بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا يكمل الحاج طوافه على مثل ما بدأه 7 أشواط، بادئا بالحجر الأسود مع كل شوط ومنتهيا إليه. كما يسن الرمل، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط 3 الأولى من طواف القدوم فقط. هناك أخطاء تصدر من بعض الحجاج والمعتمرين أثناء طوافهم بالكعبة، منها الدخول في الحجر أثناء الطواف معتقدين أن هذا من الطواف، والواقع أن الطواف من داخل الحجر يبطله، لأنه بذلك قد أنقص من طوافه، ويكون حينئذ قد طاف ببعض الكعبة. ومن المخالفات كذلك استلام جميع أركان الكعبة وربما جميع جدرانها، والتمسح بها وبأستارها وبابها وبمقام إبراهيم، فكل ذلك لا يجوز، لأنها من البدع التي لا أصل لها في الشرع، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز رفع الصوت أثناء الطواف، لأن في ذلك تشويشا على المسلمين. كما أن من الأخطاء التي تحدث في الطواف مزاحمة النساء الرجال، خاصة عند الحجر الأسود وعند مقام إبراهيم، فيجب الابتعاد عن ذلك. أما وقد انتهيت أخي الحاج من الطواف فبادر بتغطية كتفك الأيمن. ومن السنة المؤكدة بعد الانتهاء من الطواف الصلاة 2 خلف مقام إبراهيم إن تيسر لك ذلك، وإلا فصل 2 في أي مكان من المسجد الحرام، تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وتقرأ في الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، وإن قرأت بغيرهما فلا بأس في ذلك.